هتغلى مش هتغلى، هتغلى مش هتغلى. بقالكوا فترة بتسألوني هي الموبايلات هتغلى ولا لأ، والغلو اللي حاصل ده نتيجة ايه، وهل هيستمر الغلو، والغلو ده هيخلص امتى، والأجهزة بتغلى والأجهزة بترخص. عايزين تعرفوا الوضع ايه؟ يلا بينا نشوف في الفيديو ده ليه في بعض الموبايلات غليت عن سعرها الرسمي. النهارده هتكلم عن موضوع شاغل الناس بقاله فترة، موضوع ان في بعض الاجهزة غليت ونقص في بعض الموديلات من الاجهزة، والناس عاوزة تعرف هل الاجهزة هتستمر في الغلا ولا ده شيء احتمال، ولا هترخص، ولا في موبايلات هتيجي، ولا كلام كتير قوي محدش عارف اوله من اخره. انا هقول لكم ايه اللي حصل. من فترة كان في قرار صدر من وزارة التجارة والصناعة للحفاظ على جودة الخامات والحاجات اللي بتخش السوق المصري، بان الشركات اللي بتورد بضاعة للسوق المصري عن طريق وكلائها هنا يجيبوا اوراق للماركات وعينات من الماركات لوزارة التجارة والصناعة، وتقوم وزارة التجارة والصناعة باعتماد الماركة دي ماركة معتمدة ومسموح تداولها في السوق المصري، وبعد كده بياخد ورقة بالاعتمادية دي من وزارة التجارة والصناعة، وبيروح مندوب من الشركة المستوردة للمينا أو الجمارك يعمل إفراج عن أي شحنة بتيجي، وبيكون يشترط إن تكون الورقة دي موجودة ضمن أوراق أي شحنة بتدخل للسوق المصري. الموبايلات ما كانتش من ضمن السلع المدرجة في هذا القرار. من حوالي أسبوعين أدرجت الهواتف المحمولة وماكينات الحلاقة وبعض الحاجات التانية ضمن هذا القرار. فمنذ صدور القرار ده أصبحت أي شحنة حتى لو جوه مينا القاهرة الجوي أو البحري مش هتقدر تخش السوق المصري إلا لما يرفق بيها هذا المستند. فطبعا الشركات حصل عندها لخبطة جامدة جدا. كانت في الفترة دي أعلنت عن موديلات نازلة للسوق المصري، وكانوا بدأوا هيفتحوا الحجز عليها، ولما القرار ده طلع كان في بعض الشركات عندها موديلات موجودة في المينا، وبعض الشركات التانية عندها موديلات موجودة في الطريق جاية. كله هيتمنع دخوله إلا بعد ما يجيب الورق ده. فاللي حصل ان الشركات كلها بعتت بسرعة جدا للمصانع بره بتاعتها، خدت منها اوراق التسجيل واوراق المستندية المطلوبة اللي طلبتها وزارة التجارة والصناعة، وجابتها علشان تقدمها للوزارة هنا. وبعد ما بتقدم الأوراق للوزارة، الوزارة بتعتمد الأوراق وتديهم شهادة أو المستند اللي يسمح لهم بدخول منتجاتهم للسوق المصري. حاليا في بعض الشركات قدمت أوراقها فعليا وأوراقها دخلت لوزارة التجارة والصناعة، وفي بعض الشركات التانية لسه أوراقها ما وصلتش وما دخلتش لوزارة التجارة والصناعة. طب ايه اللي هيحصل في الفترة دي؟ حقيقة الاستيراد يعتبر شبه موقوف في هذه الفترة، او يعتبر الاستيراد فعليا دلوقتي موقوف بعد هذا القرار. فطبعا الكمية المعروضة من البضاعة بقت اقل من المطلوب، لان الكمية اللي كانت موجودة جوه السوق بقت اقل من اللي الناس عاوزاه. الاثر السيء للقرار ده خلى بعض التجار غصب عنها مش بترفع السعر عشان هي قصدها ترفع السعر عليك. لو حضرتك دلوقتي في نظرية دايما كنا نعرفها اسمها نظرية العرض والطلب، دلوقتي الطلب بقى كتير وبقى العرض اقل من المطلوب. يعني في 1000 جهاز و2000 واحد عاوزين الجهاز، فابتدى السعر يعلى عن السعر الرسمي. ده أثر على موديلات كتير، منها موديل واي 7 بتاع هواوي اللي هو واي 7 2019 بقى بيتباع، وصل سعره في بعض المحلات 4000 جنيه رغم ان هو سعره الرسمي او تسعيره الرسمي 3000 جنيه. وصل سعره للتاجر 3400 او 3500 في حين ان سعره للتاجر كان حوالي 2700. طيب النقطة الأهم اللي احنا عاوزين نتكلم فيها، هل الاسعار هتستمر عاليه؟ هل الوقت ده ياخد قد ايه؟ ياخد قد ايه دي حاجه في علم الغيب. ففي نقطتين احنا بصددهم حاليا. ايه هما النقطتين دول؟ ان اجلا او عاجلا الشركات هيتفتح لها الاستيراد
وهتقدر تدخل منتجاتها، والمنتجات هتدخل السوق تاني. لكن حاليا الشركات بتتكبد خسائر فادحة بسبب الوقف ده. يعني الفترة دي المحلات طبعا عندها مصروف يومي مستمر ما بين مرتبات وكهرباء وايجارات و وما بيبيعوش عشان يكسبوا. الشركات عندها بنود دعايه ومرتبات موظفين و وتارجت معين مطلوب تحقيقه كل كوارتر، وبرضه مش عارفين يبيعوا علشان يكسبوا. فده هيعرضك لموقفين مع نزول او عوده الاجهزه للسوق المصري. هتنزل موديلات جديده، ممكن الشركات تضطر تعلي في اسعار هذه الموديلات علشان تعوض خسائرها، وممكن الشركات ترجع تبيع باسعار كويسه علشان تبيع كميات كتيره وتقدر تستفيد وتعوض خسائرها حسب تفكير الشركات. طيب يا محمد احنا نعمل ايه؟ نشتري دلوقتي؟ لا طبعا، مهما كان الوضع القائم حاليا ما تشتريش، لان مهما كان الشركات هترفع او هيحصل غلو او عمرك ما هتشتري بالاسعار اللي زي اللي معروضه النهارده. الاونر اس سي وصلوا انهم بيبيعوه ب 3400 جنيه و3300 جنيه، في حين ان سعره 2800 رسمي. الاوبو سعره اترفع، الريلمي سعره اترفع 800 جنيه، فطبعا ده كلام مش منطقي خالص. ما تشتريش واستنى ايه اللي هيحصل. ده كان شرح علشان تعرف ايه اللي مخلي الاسعار مرتفعه، والنسبه التقديريه اللي هتكون الشركات وصلت لانها اخذت الاوراق بتاعتها وتقدر تدخل اجهزه بشكل فعلي. محدش يقدر يحددها قطعيا، ولكن هي هتكون في حدود اخر شهر 3 اول شهر 4. استنى وخلونا نشوف هيحصل ايه، ويبقى لينا كلام تاني لما الموبايلات تدخل للسوق المصري باذن الله. بشكركم، يا رب ما كنتش طولت عليكم، وارجوكم تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب، وما تنساش تفعل زرار الجرس عشان يوصلك مني الفيديوهات اول باول. واشوفكم في فيديو جديد جاي ان شاء الله، وكان معاكم محمد النواوي.